حارقينها ومقطعينها ومموتينها وعاملين فيها كل حاجه. ازاي ما ياخدوش اعدام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قطعها واللي خبطها واللي موتها. آية اللي كانت داخله طالعه عليكم بتقول ان فرح ديت صاحبه عمري وكنت بلبس لبسها وهي اللي اتصلت بيا وانا ما كنتش اقتلها ولا قصدي ان انا اقتلها. شفت الكلام ده؟ فرح لقوا جثتها محطوطة في شوال ومرمية في مصرف في منطقة الغربية. الراجل اللي اكتشف الجريمة كان معدي من قدام المنطقة دي ولفت نظره ان الشوال كان بينزل دم. قرب من الشوال بدافع الفضول وهنا اكتشف الصدمة. فرح محطوطة جوه الشوال وجسم بدون رجلين، يعني اللي عمل فيها كده بطل رجليها الاتنين. بلغ الشرطة والشرطة وصلوا ونقلوا جثمان فرح لمشرحة مستشفى المنشاوي العام، وبدأوا الفحص على الجثمان اللي ما كانش باين منه أي ملامح. المكان طيب يا آية ما رحتيش نزلت الجثة في شوال؟ طيب تعالوا بقى نرجع بالزمن 18 سنة علشان نعرف القصة كاملة. في الأول خلونا نوضح إن القصة دي حصلت في مدينة طنطا ومحافظة الغربية. والدة فرح كانت متجوزة وفرح كان لسه عندها كام شهر بس. والد فرح ساب لهم البيت ومشي وفضلت الست عايشة هي وبنتها لوحدهم. طبعا المصاريف زادت عليها وما كانتش عارفة تعمل ايه علشان تصرف على نفسها وعلى بنتها. المهم السنين عدت وفي سنة 2020 تقريبا ام فرح اتسجنت في قضية شيكات، وفرح راحت عاشت مع جدها ابو والدها، وده الكلام اللي قاله خال فرح. فرح اتجوزت ولكن بسبب مشاكل مع اهل جوزها قررت ان هي تنفصل، وبالفعل انفصلت ورجعت تاني عاشت في بيت جدها. وفي الوقت ده فرح اتعرفت على آية، بنت عندها 23 سنة، يعني أكبر من فرح ب5 سنين. كانوا صحاب جدا لدرجة إن آية كانت بتبات مع فرح في بيت جدها. وبعد فترة آية نقلت من بيت جد فرح لشقة كانت بتاعت واحد صاحبها، وصاحبها ده ليه دور كبير في القصة معانا ولكن دوره هيجي بعدين. المهم آية طلبت من فرح إنها تروح تقعد معاها في الشقة، وبالفعل فرح وافقت وراحوا عاشوا هما الاتنين في شقة واحدة. اللي كان يشوفهم من بعيد يقول دول أكتر من الإخوات، كانوا بيخرجوا سوا، بيلبسوا هدوم بعض، كل حاجة حرفيا كانوا بيعملوها سوا. ونيجي بقى لليوم المهم. فرح اتصلت بخالها وقالت له انها نجحت في الامتحانات وانها هتعدي عليه في البيت. هي كانت متعودة كل فترة كده انها بتعدي على خالها وعلى جدها، بس للأسف دي كانت آخر مكالمة لفرح، لأن من بعدها اختفت وأهلها ما كانوش عارفين عنها أي حاجة، والموبايل بتاعها كان مقفول لحد ما في شهر 7 2023 لقوا جثتها في المصرف اللي اتكلمنا عليه في أول الفيديو، وكانت رجليها الاتنين مبتورين زي ما وضحنا. وبعدها نقلوها على المشرحة. لما نقلوها على المشرحة الشرطة اتصلت بخال فرح علشان يبلغوه انهم محتاجين مساعدته في التعرف على الجثة اللي لقوها. بالفعل خالها وخالتها طلعوا على مستشفى المنشاوي العام، ولكن للأسف ما كانوش عارفين يحددوا هل دي فرح فعلا ولا لا، لان الجثة زي ما قلنا كانت مشوهة تماما. وعشان كده الشرطة عملت تحليل DNA بين فرح وبين امها اللي كانت في السجن، والتحليل طلع مطابق واتأكدوا فعلا ان دي جثة فرح. طبعا دلوقتي هتقولي الشرطة كلمت خال فرح ليه وعرفوا منين اصلا ان دي فرح؟ لان بعد التحريات اللي عملوها رجال الامن والبحث ورا بلاغات الاختفاء اللي تمت الفترة اللي فاتت، والاهم كاميرات المراقبة اللي وضحت كل شيء، بعد 3 أيام لما فرح كلمت خالها في التليفون وقالت له انها نجحت في الامتحانات، رجال الامن شافوا في كاميرات المراقبة توك توك وهو واقف قدام المصرف اللي اتكلمنا عليه، وفي واحدة نزلت من التوك توك وشالت الشوال اللي كان فيه فرح ورمته وركبت التوك توك تاني ومشيت. ولما عرفوا خط سير التوك توك ده من البداية خالص اكتشفوا ان هو اتحرك من قدام الشقة اللي كانت مقيمة فيها فرح وآية. المهم قبضوا عليها وطلعت مين بقى؟ طلعت آية. طب عملت فيها كده ليه بقى؟ ده اللي هنعرفه من خلال اعترافات آية ومن خلال أقوال الصحافة. المكان طيب يا آية ما رحتيش نزلت الجثة في شوال؟ الصحافة قالت إن الموضوع كله كان خلاف بين آية وفرح على الموبايل، يعني آية كانت عايزة تاخد الموبايل بتاع فرح وفرح ما كانتش راضية تديهولها. الاتنين شدوا مع بعض لحد ما آية جريت جابت سكينة وفضلت تطعن فيها لحد ما ماتت، وبعد كده اتصلت بواحد صاحبها علشان تستعين بيه، وصاحبها ده نصحها إنها تدلق عليها بنزين وتولع فيها. آية عملت كده بالفعل وكانت هتولع في الشقة كلها، بس لحقت النار وطفتها. طيب ده كان كلام الصحافة، نيجي بقى للكلام اللي آية قالته بنفسها. آية في اعترافاتها قالت إن فرح كانت متجوزة عرفي من بشوي، وبشوي ده
يبقى صاحب آية اللي قلت لك عليه في الأول لسه دوره جاي، يبقى شاب عنده 25 سنة وهو صاحب الشقة اللي كانوا قاعدين فيها، وكان شغال تاجر في الملابس. آية قالت إنها كانت عارفة إنهم متجوزين عرفي، وكمان كانت مصورة العقد اللي ما بينهم، وإن فرح كانت واخدة منها 3500 جنيه علشان تشتري بيهم موبايل جديد. حصلت بينهم مشاكل كتيرة بسبب الفلوس دي، لحد ما آية هددتها إنها لو ما جابتش الفلوس اللي عليها هتبلغ أهلها عن موضوع الجواز العرفي بينها وبين بشوي. بعدها فرح كلمتها وقالت لها خلاص أنا هديك الفلوس. الاتنين اتقابلوا في الشقة، وآية قالت إن فرح جابت سكينة وكانت عايزة تقتلها، بس حصل العكس، إن آية هي اللي قتلتها. وكلمت بشوي وحكت له على اللي حصل، وهو قال لها أنا ماليش دعوة، ولكن نصحها إنها تجيب بنزين وتدلقه على جثة فرح وتولع فيها، وعملت كده بالفعل، وكانت هتولع في الشقة كلها وبعد كده طفت النار. وطبعا الريحة كانت لا تطاق، علشان كده آية خدت بعضها وخرجت من الشقة وغابت عن الشقة 3 أيام، لحد ما بشوي اتصل بيها وبلغها ان الجيران بيشتكوا من الريحة اللي طالعة من الشقة، ونصحها لتاني مرة انها تروح الشقة وتاخد جثة فرح وتحطها في شوال وتنزل بيها وتاخد توك توك وترميها في اي مصرف. بالفعل آية عملت كده وطلعت الشقة وجابت الشوال اللي هي هتحط فيه فرح، ولكن الجثمان ما كانش داخل في الشوال بالكامل، علشان كده آية جابت آلة حادة وبطرت رجليها الاتنين، وبعد كده حطتهم في الشوال وحطت الجثمان وخدتها ونزلت من الشقة وركبت التوك توك وطلعت بيها على المصرف اللي اتكلمنا عنه ورمتها ورجعت تاني ولا كأن في أي حاجة حصلت. وفي أقوال تانية من الصحافة بتقول إن فرح كانت بتحب الشاب اللي آية كانت معجبة بيه، وإن آية كانت متضايقة جدا منها بسبب الموضوع ده وقتلتها علشان الموضوع ده كله، رغم إن خال فرح قال إن فرح مستحيل تعمل حاجة زي كده. يعني كان واضح جدا إن الكلام اللي آية كانت بتقوله كانت بس عايزة تشوه صورة فرح حتى بعد ما ماتت علشان تاخد حكم مخفف في القضية. واللي حصل إنهم قبضوا على بشوي، والاتنين اتحكم عليهم يوم 29/4/2024. طبعا اتحكم على آية بالإعدام، وبشوي اتحكم عليه ب2 سجن. آية هاني ماهر حسين عمار، بشوي نبيل عبد السيد ندرس إبراهيم. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة آية هاني ماهر حسين عمارة بالإعدام. وكده نكون وصلنا لنهاية القصة، ولازم ناخد بالنا جدا ان مش كل الصحاب هتخاف علينا، مهما كان صاحبك ده قريب منك جدا، ولكن ما تدهوش الثقة الكاملة، لانك ما تضمنش بعد كده ايه اللي ممكن يحصل. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير الحلقة الجاية.